السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. جبت لكم ملكة الجبن الرومي أو التركي. هنقول كل تفاصيلها، ازاي بتتصنع في المصانع، والعيارات المظبوطة والتوقيتات المظبوطة، ووقت الكبس بتاعها، وكمان مدة التخزين في المصانع وفي البيت. ان شاء الله الفيديو حلو جدا، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش بقى من صالح دعائكم ومن اللايكات. هنبتدي ب5 كيلو من اللبن البقري. الجبنة الرومي بتتعمل دايما باللبن البقري، واحيانا بيحطوا عليها نسبة من اللبن الجاموسي، بس عادة ما هي بتتعمل من اللبن البقري. ده طبعا بيخليها يعني اوفر في السعر، ولكن هي بتطلع كمية لبن جبنة قليلة جدا. يعني ال5 كيلو من اللبن يدوب بيطلعوا نص كيلو من الجبنة. وده حتى في المصانع، يعني مش عشان احنا عاملينها في البيت ولا حاجة، لا، هي حتى في المصانع بتاخد كمية كده ايه كبيرة. بولع على اللبن بتاعي لحد ما يدفى زي دمعة العين بس. دلوقتي بدوب المنفعة البودر. كل ربع معلقة صغيرة من المنفعة بنحط عليه، يعني انا خدت اقل من الربع شوية، فحطيت عليه 85 ملي من المية. حلو كده. والميه بتكون ساقعه من التلاجة. وارج المنفعه كويس، واسيبها بس لحد ما الرغاوي اللي اتكونت على الوش دي مكان الرج تروح، وهعاير منها الكمية المناسبة للبن اللي أنا هستخدمه. لأني مستخدمة 5 كيلو من اللبن، فأنا هاخد 10 سنتي. سوري، هاخد 10، يعني 1 سنتي لكل كيلو من المنفعة. يعني هاخد ايه 5 سنتي، تمام. اللي هم هنعايرهم كده بالجرامات بتاعت الحقنة، اللي هم 50 ملي. تمام. عايرتهم وحطيتهم بعد ما اللبن دفى، وهقلب تقلبتين عشان اتاكد انه المنفعه اتوزعت كويس في اللبن بتاعي. وبعد كده خلاص هطفي بقى النار، او انا طفيت النار اصلا خلاص، وهغطي عليها. وبعدين هحط البطانية الدفاية كده عشان ادفيها، علشان تفضل طول مدة التجبين اللبن محتفظ بدفاء او بالدفى. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نحرك الحلة خالص طول مدة التجبين. يعني بيحتاج ان هو يكون مستقر في مكانه، وكمان يكون متدفي كويس. عشان كده حطينا له البطانية طول مدة التجبين. بعد ما حصلنا على الخصرة كده بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين المصل منفصل تماما عن الخصرة. وده دليل نجاح عملية التجبين، وانها حصلت بكفاءة. بدأنا ان احنا نقطع الخصرة بتاعتنا، او نقطع قطع الجبنة. عايزين نقطعها لقطع صغيرة جدا. انا قطعتها بداية بالسكينة. في المصانع بقى بيبقى عندهم مجموعة سكاكين كده في بعضها بيمشوا عليها كده. انا شفتها يعني في فيديو من الفيديوهات، حلوة جدا. يعني بيمشوا عليها رايح جاي كده، فبتقطع الجبنة على طول. بعد ما قطعتها انا بقى بالبديل اللي عندي. يعني طبعا هي دي مش سكينة، هو المضرب كده. بس هي الجبنة بتكون طرية، وعايزين نقطعها لقطع صغيرة، لأنها كل ما تصغر قطعة الجبنة، كل ما بيكون أسهل علينا إن احنا نخرج منها المصل اللي جواها. احنا عايزين نطلع كل المصل اللي جواها. فهنعمل ايه؟ بعد ما قطعناها هنولع النار على درجة حرارة هادية جدا، لحد ما يعني نقلب كده لحد ما نوصل لدرجة حرارة 45. مش عايزين، احنا خدوا بالكم سخنا اللبن على درجة حرارة 35، فهنرفعه اقصى حاجه ل 45 درجه، اللي هي بنبقى مستحملينها بالعافيه. الجبنه في الاول بتكون طريه، وبتكون القطع كبيره. بعد كده القطع بتبتدي تنكمش وتصغر، وتفقد الميه اللي جواها او السائل اللي جواها، وتنشف. يعني ما بتبقاش بنفس الطراوه اللي كانت فيها في الاول. هبتدي بقى اعمل الاختبار بتاع الفرك كده. اجمعها بايدي تتجمع، وبعدين لما افركها ترجع تتفرك لحتت صغيره. ايديا في الميه مش عايزاها تعلى عن درجه الحراره بتاعت 45. وفي نفس الوقت انا بقلب طول الوقت علشان احافظ على كل الجبنه بنفس درجه الحراره. اخدت نص المصل، او يعني معظم المصل، 3/4 المصل خدته، علشان انتوا عارفين انا بعمل بيه جبنه القريشه او الجبنه الكريمي او الدبل كريم. وملحت باقي الجبنة وهي لسه في المصل بتاعها، علشان بس يساعدني على الذوبان. شوية مصل صغيرين كده مع الجبنة علشان يساعدوني انه الملح يدوب.
الطبيعي اننا بنحط الملح من الاول، لكن انتوا عارفين ان انا باخر عمليه التمليح علشان بحتاج المصل. فالمفروض ان انا بنحط لكل لتر من اللبن 20 جرام من الملح، اللي هم حوالي معلقتين كبار مش مليانين. و وبعدين كده بعد كده انا بحط معلقه واحده، لان انا بملح في وقت متاخر شويه، بيكون فقدت المصل معظم المصل، فمش محتاجه اني احط كميه الملح دي كلها. بعد كده هنزل ال ال الجبنه بتاعتي في الوعاء اللي هي هتتشكل فيه وتاخد شكل القرص. في الاول كنت بشكلها وانا حاطه الشاشه، وبعد كده لقيت انه الخصره بتاعتي تقيله، زي مش زي الجبنه البيضه او زي الجبن اللي بنعملها عاده. فشلت الشاشه وبدات ان انا اشكل في الجردل على طول، او في الوعاء اللي انا عايزه البتاع الجبنه تاخد الشكل بتاعه. ونضغط كويس قوي. هي دي بقى مرحله الكبس، احنا ما عندناش بقى مكبس في البيت، فنضغط كويس قوي واحنا بنشكلها، اولا عشان تفقد كل المصل اللي لسه فيها، وثانيا علشان تاخد الشكل المظبوط جوه الوعاء ده، وثالثا عشان يعني تنزل لنا معظم الميه واحنا بنكبسها. تمام كده. انا حطيت شويه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود بيدي طعم حلو للجبنه، وفي نفس الوقت هو ماده حفظ للجبنه بتاعتي. انا قررت ان انا اغير الجردل، لان الجردل طالع بوسع يعني من تحت غير من فوق، يعني من فوق بيطلع بوسع اعلى من اللي تحت. فاخترت الدورق ده، كان عندي ومشروخ، يعني انا مش ببوظ الحاجه يا جماعه، لا هو اوريدي الدورق كان مكسور، فمش هينفع نستخدمه في عصير. فقررت ان انا اشغله بقى مصفى كده للايه، للبن، للجبن. ميزه الدورق ده انه من فوق زي من تحت، يعني نفس الاتساع بتاعه، علشان الجبنه دي بتتكبس على مرحلتين. اول مرحله بتتكبس فيها 12 ساعه. 12 ساعه بتتكبس على الوش الاولاني، وبعدين نرجع نقلبها، و12 ساعه تانيين على الوش التاني. تمام. فبتاخد وقت طويل في الكبس بتاعها. ممكن احنا نختصر مدة الكبس شوية، لان احنا قرص الجبنة الرومي في المصانع بيكون 20 كيلو، فاحنا قرص الجبنة بتاعنا نص كيلو، فمفيش وجه للمقارنة بصراحة. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت فوقيها التقل، بيبقى تلت وزن اللبن اللي احنا عاملينه. احنا لو عاملين 5 كيلو لبن، فبنحط التقل كيلو ونص، فيعني يا دوب 2 كيلو بالكتير قوي بيكون كافي. حلو قوي شكل القرص بتاعنا، ظبط وبقى تحفه. اقلبه على الجنب التاني واكمل عمليه الكبس. حلو قوي. شايفين اجمل حاجه في الدورق ده انه من فوق زي من تحت، فلما بنقلبها ونرجع نكبسها تاني الموضوع تمام. المره التانية بقى لما كبسته ما نزلش غير شويه ميه صغيره جدا، يعني خلاص فقد الميه اللي فيه وبقى تمام جدا. حلو قوي. بعد كده هتيجي بقى مرحله الايه، التهويه. التهوية الأولانية بتكون 3 أيام. 3 أيام بنديله رشة بسيطة جدا جدا من الملح، ونحطه على حاجة متهوية زي المنخل، زي البتاع اللي هي بتاعة الميكرويف دي. فلو ما عندكوش دي، حطوها على اي منخل سلك عندكم، ورمضوها بملح بسيط جدا جدا، يعني بس الملح بيحفظ الجبنة، وبيخليها ما يجيش عليها اي حاجة وما يدخلهاش اي مشاكل. 3 ايام على الحالة دي برمضها كده كل يوم بالملح، واسيبها متهوية في درجة الحرارة العادية خالص. تمام. وبعدين بعد ال3 ايام نقدر ندخلها بقى التلاجة، بس انا الحقيقة ما دخلتهاش التلاجة خالص. ده شكلها بعد 3 اسابيع متهوية بره، لان الجو بارد، فما كنتش محتاجة ان انا ادخلها التلاجة. يمكن لو بشتغلها في الصيف احتاج ادخلها التلاجة. هما في المصانع ما بيدخلوهاش تلاجات، بيسيبوها تتعتق لمدة شهرين، 60 يوم كاملين. لكن احنا في البيت انا ال3 اسابيع كانوا يدوب، ما قدرتش اصبر اكتر من كده بصراحة. وبعدين بقى طلعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عليها جميلة، وطعمها زي الجبنة الرومي اللي بنشتريها من بره بالظبط. مفيش فرق في الطعم ولا في القوام ولا في الريحة ولا في اي حاجة. طعمها حلو وخامتها حلوة. والشغل بتاعها والله مش صعب اطلاقا. نفذوا الفيديو زي ما شفتوه كده بحذافيره، تطلع معاكم مظبوطة جدا ان شاء الله. ويعني نقي نفسنا برضو من كمية الحاجات اللي بتتحط كمواد حفظ للجبن، وبالذات الجبنة الرومي عليها أقاويل كتير في الحاجات اللي بتتحط جواها.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، واللايك هي اللي بتعلي الفيديو وبتخليه يوصل لأكبر عدد من الناس، فما تبخلوش علينا بلايك. وما تنسوش كمان تكتبوا كومنت حلو لو عجبكم الفيديو، اي اسئله واي استفسارات انا هرد عليها ان شاء الله. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، وكمان لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.